متأكدة ان شاء الله لما تجربي طريقة البانيه المشوي دي هتعجبك وهتبقى عندك ادمان. في ايام بقى زنقة، امتحانات، مدارس، صيف، رمضان، اي وقت حلو قوي بجد. حطي بقى عصير ليمونتين ومعلقتين كبار من زيت الذرة، ملح وفلفل اسود، بابريكا، توم باودر وبصل باودر، وكمان كيس من مرقة الدجاج الفورية او مرقة الخضار. تبلي بقى كل ده مع بعض، وتقدري تحفظيها من بعد الخطوه دي في كيس وعلى الفريزر. ولما ترجعي مثلا في اي وقت حابه تفكيها، فكيها من بالليل في التلاجة، وبعدين تاني يوم تشوي على طول. هتلاقي الموضوع بسيط قوي، وتنفع كمان في تخزينات رمضان انتوا تسيبوها في الفريزر جاهزه في اي وقت زنقه بقى تعمليها، وبكميات براحتكم. لو في اي عزومه، في اي طاسه بقى بحط شويه زيت صغيرين، ذره او زيتون، وبرده في التتبيل تقدروا تحطوا زيت زيتون او ذره. انا بفضل زيت الذره، وبعدين بنزل قطعه البانيه. اول ما الاطراف بتاعتها تبتدي تبيض كده، بعرف ان الجنب اللي من تحت استوى زي ما انتوا شايفين كده. بقلب على الناحيه التانية، الجنب ده خلاص بشوفه بقى برضو من تحت استوى، خلاص بشيلها على طول. ومش بنبالغ في التسويه علشان ما تشدش معاكي، وكمان تطلع ناشفه كده. لا، انت لما بتسويها سوا مظبوط بتطلع معاكي جوسي وطعمها تحفه. جنب بقى شويه مكرونه او رز بسمتي وسلطه، حاجه كده قمر. بنرجع الكميه تاني، بحط قطعتين فلفل عشان تعمل لها طعم حلو، وبغطيها. وبعدين خلاص اول ما الاقيها خلاص استوت وخدت الريحه، دوقوا بقى احلى بانيه.